متابعين، شلونكم؟ اخباركم؟ عساكم بخير. تعالوا حتى نسوي لكم فخذ مال ديك رومي او بسيفس. هذا وزنه كيلو ونص. اوكي، هسه شو اسوي؟ راح ابدي اشرحه بهالترتيب على مود يصير عندي اياه كلش تمام. هاي بهالشكل هذا يبدي يتشرح على مود يستوي عندي اياه بسرعه ويصير كلش معدل. هسه بهالشكل صار عندي. تعالوا حتى نبدي نسلقه. هاي هنا عندنا هسه الفخذ خليت بالمي على مود يسلق براحته. البهارات اللي راح نستخدمها احنا هنا عندنا نمو البصره وعندنا الدارسين واكيد الهيل والقرنفل، وهنا عندنا الكركم والبصل. هذني نخليهن هنا. ليش؟ لان المي انا راح استخدمه، يعني مره ثانيه راح ارجع استخدمه للمي. واكيد ما انسى الفلفل الاسود، ما عندي صحاح، عندي باودر راح اضيفه عليه لان راح نعطيها نكهه كلش طيبه. انصحكم يعني يجي. واكيد احنا للتمر راح نستخدم هذا الماج مالت التمن، مرق الارز. اوكي، راح استخدمه بيه. وان شاء الله اشوفكم الطريقه بالنهايه. هسه راح نشيله من يم الغطاء على مود نشيل كل الزفاريه اللي موجوده. هنا عندنا هسه مثل هاي الزفاريه تكون موجوده، تمام؟ يعني بالاطراف مالتها، هذا نشيلها على مود ما يبقى الزفاريه. يعطيني مي صافي كلش حلو على مود اقدر استخدمه للرز. تمام عيني؟ هذا دائما نشيله، يعني بكل طبخه تشوفون موجود هاي الزفاريه، هذه نشيلها من مكانها. تمام؟ هسه نرجع نسد عليها. بعد ما نسلق عند الفخذ هنا نجيب التيفال مالتنا ونخلي بيه شرائح من الليمون وشرائح عندنا هنا طبعا من البرتقال والبصل، وضفت عليها الروزماري. هنا عندنا الصلصه عباره عن باربيكيو وكاتشب وليمون، وعندنا ملح، وضفت شويه شكر عليها وشطه والشغلات اللي تحبونها انتم، والبهارات تقدرون تضيفونها عليه. تمام؟ بهالشكل هذا ضفتها بصوره صحيحه. واهم شيء ما تنسون اضافه الثوم موجود وياها يكون اصحاح على مود تدخلونها للفرن وتستوي عندكم بصوره صحيحه. بعدها بهالشكل هذا راح نضيف مي عليها على مود ما تحترق عندنا الصلصه. اوكي عيني؟ تم تبقى كلش ثخينه. وهسه دخلناها للفرن من فوق ومن جوا درجه حراره 250 لمده ساعه ونص، يطلع لكم مستوي والشكل مالته كلش هوايه ومرتب. احنا طبعا نريد نحمصه ونريد يستو اكثر لان بالسلق ما خليناه يستوي 100%. وهسه شوفوا شلون الشكل مالته بدا يحمص عنده وبدا ياخذ لون مقسب والشكل مالته كلش حلو. هسه راح اتركه لحد ما يستوي كامله. هذا بعد ما استوى وانتهى وصار خرافي. شوفوا الصلصه مالته ثخنت وصارت حلوه. كل شويه اني اخلي فوقها صلصه وارجع ادخلها الفرن امسحها بها على مود ينطينا هاي اللمعه اللي كلش حلوه واحنا نحتاجها. تقدر تقدمونه مع الرز او مع الفريكه العربيه. تمام عيني؟ راح انزلكم طريقه الفريكه انتظروها. واهم شيء تخلون المكسرات موجوده فوقها بالدهن الحر لان طعمها كلش طيب.